جماهيري ينظمه حزب حماة الوطن اليوم بمركز ومدينة الدلنجات، وافتتاح أمانة جديدة بهذه المدينة، وأيضا تكريمات للعمال في هذا المركز، مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. مشاهدينا بيسعدنا يكون لنا هذا اللقاء مع القمص سيداروس يونان، قمص كنيسة العذراء بالدلنجات بمحافظة البحيرة. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد يا رب. وانتم بالصحة والسلامة، واحنا طبعا مع بداية عام جديد بنتمنى ان يكون عام سعيد، عام مبارك لكل المصريين، ومزيد من الامل والرخاء والاستقرار في ظل سياسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الاعلى لمصرنا الحبيبة. سيادة القمص، النهارده حضرتك كنت حريص على المشاركة في افتتاح أمانة جديدة بمركز ومدينة الدلنجات لحزب حماة الوطن، ويعني تركت مهامك وكنت حريص على التواجد. أنا سبب حرصك على المشاركة النهارده؟ الكنيسة دايما بتعلمنا ان احنا نكونوا ايجابيين ونكونوا وطنيين، زي ما لنا جانب ديني ايضا لنا جانب وطني، ان احنا بنشارك كنموذج في القيادة الدينية، في النواحي الوطنية، في الأحزاب، في الوطنيات، في الانتخابات، فلازم يكون لنا دور إيجابي وطني، ودي نموذج احنا نقتدي بيه، لأن دي مصرنا لازم لها حق علينا، تكون يعني لها واجب دايما في كل وقت. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه لإقامة حوار وطني، ويمكن من أهم الملفات والقضايا المطروحة في الحوار الوطني موضوع المواطنة، وإن الدين لله والوطن للجميع. حضرتك شايف اهتمام سيادة الرئيس بهذا الملف إزاي؟ طبعا سيادة الرئيس بيدينا نموذج هو شخصيا في المواطنة، لأن هو وطني من الطراز الأول. ثانيا قداسة البابا شنودة كان دايما يعلمنا هذه العبارة، أن مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. فمصرنا ديت هي فعلا وطن بيعيش جوانا، وسيد عبد الفتاح السيسي يعني دايما بيعلمنا كنموذج حي بأعماله وحب لوطنه، وعدم يعني التفرقة بين الشعوب، كل واحد وكلنا مصريين، وان الوطن فعلا للجميع والدين لله. النهارده لو طلبت من حضرتك توجه رسالة لأهالي الدلنجات ولحزب حماة الوطن تقول لهم ايه النهارده؟ نقول له طبعا لأهالي الدلنجات حبوا وطنكم أكتر وأكتر، حافظوا على وطنكم، خليكم دايما إيجابيين، مصر غالية علينا وفي قلب كل واحد فينا، واحنا كلنا كأبناء الدلنجات وكأبناء مصر كلنا نسيج واحد، أعضاء في جسد واحد، كلنا يعني نعيش بالمحبة وبالود إلى النفس الأخير. كل سنة وحضرتك طيب، شرفتنا يا فندم. متشكر خالص، وربنا يديكم دايما المزيج من اللقاءات الجميلة ديت، وتغرسوا الوطنية في نفوس جميع الشعوب المصرية. افتتاح